رحلتنا النهاردة لقصر من أجمل وأقدم القصور على أرض مصر، وهو قصر الأمير طاز، اللي قصته وقصة قصره من الحكايات الجميلة جدا جدا. أنا محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ويلا بينا نحكي لكم حكاية الأمير طاز وقصره الجميل دوت. أولا كده الوصول للقصر هنا سهل جدا من ميدان القلعة. هنلاقي جامع السلطان حسن وجامع الرفاعي منورين الميدان. على شمالهم هنلاقي شارع الصليبة اللي هندخله لحد ما نلاقي على اليمين سبيل أم عباس. هندخل شارع السيوفية اللي أوله سبيل أم عباس، أقل من دقيقة مشي هنلاقي القصر الجميل دوت على إيدنا اليمين. وكل الأماكن اللي ذكرتها في وصف الطريق هتلاقوا ليها فيديوهات خاصة بيها على القناة هنا. مين بقى الأمير طاز صاحب القصر هنا وإيه حكايته؟ هو الأمير سيف الدين طاز، واحد من أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وكان من الأمراء المقربين جدا منه، لدرجة إنه جوزه بنته وكان بيشتغل في وظيفة ساق السلطان. ودي كانت وظيفة مهمة جدا لأنه أكتر واحد يقدر يسن السلطان لو عايز، فساق السلطان بيكون أكتر واحد مستأمن على حياة السلطان. وكان الأمير طاز شخص قوي الجسمان طويل القامة وشجاع ومحب للعلم والعلماء وكثير الخيرات والصدقات. وبعد موت السلطان الناصر محمد بن قلاوون تولى مجموعة من أبناء السلطان الراحل الحكم بعده، وكان الأمير طاز واحد من الأمراء الستة اللي بيقوموا بدور الوصاية على العرش في بعض الأحيان إلى أن يصل السلطان لسن الرشد ويقدر يحكم لوحده. وابتدى يصعد نجم طاز خلال حكم السلطان الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون، وبقى من الأمراء الستة اللي اتكلمنا عليهم في عهد أخوه المظفر حاجي. ولما تولى السلطان حسن الحكم فضل طاز من الأوصياء على العرش، لأن السلطان حسن لما تولى الحكم كان يدوب 13 سنة، وأول ما وصل السلطان حسن لسن الرشد اللي يقدر يحكم فيه لوحده وهو 16 سنة كان عايز يعمل حملة تطهير وتخلص من أمراء والده اللي منهم الأمير طاز. ولكن طاز والأمراء التانيين كانوا مخضرمين في أمور الدولة والمؤامرات والانقلابات اللي كانت منتشرة في عصر دولة المماليك، وفعلا بيتغدى طاز بالسلطان حسن قبل ما يتعشى بيه، وبيعزله وبيحدد إقامته في القلعة لمدة تقريبا 3 سنين، وبيعين مكانه أخوه السلطان الصالح. وبيوصل الأمير طاز في عهد السلطان الصالح لأعلى المناصب الإدارية اللي وصل لها في حياته، وهي دوار الدولة، وهي وظيفة تعادل وزير الخارجية دلوقتي. ولكن سبحان الله الدنيا دوارة، وزي ما طاز خلع السلطان حسن وولى السلطان الصالح، يجي أمير تاني اسمه شيخو يعزل السلطان الصالح ويرجع السلطان حسن تاني للحكم، حاجة كده زي لعبة الكراسي الموسيقية. وكان من الطبيعي إن السلطان حسن أول ما يرجع للحكم ينتقم من الأمير طاز، فبيجمع طاز جيش من المماليك التابعين ليه، ولكنه بيتفاجئ من إن قوات السلطان حسن عددها أضعاف مضاعفة من الناس اللي معاه، فبيتخلى عنه جيشه. بعد فترة اختفاء بسيطة للأمير طاز بيقرر إنه يسلم نفسه للسلطان حسن، وفعلا بيطلع على القلعة من غير سلاح. فبيسامحه السلطان حسن اللي كان قلبه طيب واللي كان لسه برضه صغير ما وصلش ل21 سنة. وبيتولى الأمير طاز إمارة حلب، ويقدر إنه يكون جيش قوي جدا ويقرر الانقلاب تاني على السلطان حسن. حاجة كده قمة قلة الأصل، يعني عزلت الراجل من الحكم وحبست 3 سنين، وبعد رجوعه للحكم يسامحك وكمان يوليك على حلب بدل ما يقتلك. تروح مكون جيش وتقرر إنك تحاربه، لكن سبحان الله جيشه بينقلب عليه وبينهزم طاز، وبيتحكم عليه بإنه يتكحل عينه إلى أن يعمى ويفقد البصر، ويتم اعتقاله في حصن الكرك. وبعد كده بينتقل لإسكندرية اللي اتسجن فيها لحد ما اتقتل أو اختفى السلطان حسن، فبيتم الإفراج عنه، فبيسيب مصر وبيتجه للقدس، ومنها لدمشق اللي بيفضل فيها لحد ما بيموت سنة 763 هجري 1361 ميلادي. وفي كل الأحداث دي ما بيقعدش الأمير طاز في قصره اللي بناه هنا غير يدوب 3 سنين بس، واللي اختار مكانه أقرب ما يكون من القلعة عشان يكون قريب من مركز الأحداث دايما. ولكن سبحان الله ما استمتعش بالقصر العظيم ده غير فترة صغيرة جدا عشان يعيش فيه ناس تانية كتير غيره، إلى أن يصل القصر لواحد أمير في العصر العثماني اسمه علي أغا دار السعادة، اللي بيعيد ترميمه وبيلحق بيه كتاب وسبيل معروفين لحد النهاردة باسمه. ودار السعادة اللي في اسمه ده كلمة تركي مقصود بيها الجنة. وبعد علي أغا دار السعادة تم هجر القصر تماما إلى أن جاء عصر الخديوي إسماعيل
في أواخر القرن ال19، وبالتحديد في عصر التنوير اللي قام بيه علي باشا مبارك. فبيتم تحويل القصر هنا والأول مرة لمدرسة لتعليم الفتيات، يعني أول مدرسة لتعليم الفتيات في مصر كانت هنا في قلب قصر الأمير طاز. ولكن المدرسة ما استمرتش كتير، أقل من 10 سنين، وبيتحول القصر هنا لمخزن لوزارة التربية والتعليم لحفظ الأشياء والمهمات الغير صالحة للاستخدام، إلى أن جاء زلزال عام 1992 فبينهار أجزاء كتير جدا من القصر، فقامت القاهرة التاريخية بإعادة ترميم وإقامة الأجزاء المتهدمة وإعادته للشكل اللي كان عليه. والقصر هنا مفتوح للزيارة يوميا من الساعة 9 للساعة 4 بسعر رمزي جدا للدخول. نصيحة، تعالى وتعرف على آثار بلدك وبجد مش هتندم. وبس كده، كان معاكم محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ولو كنت وصلت معايا لحد هنا فده معناه ان الحلقة عجبتك، فمتنسيش اللايك والشير، ولو أول مرة تنورنا على القناة الاشتراك وتفعيل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد من حلقاتنا أول بأول. وسلام.